السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما نبدأ الفيديو كده، قومي كده اعملي لي كوباية شاي ولا كوباية قهوة عشان تتشجعي كده بعد ما تشوفي الروتين ده. لو عايزة تنقلي أوضة، عايزة تنضفي، ينضفوا كده. في اول الفيديو انا وريتكم الأوضة النظام بتاعها القديم. طبعا انا زهقت خالص من النظام القديم دوت، بقالي فترة عليه. بصوا الحيطه يا جماعه، وما على كده مش عارفه الرطوبه دي جايه لي منين والله. طبعا انا كان الدولاب في الجنب دوت والسرير في الجنب ده، هو المكان ده كان السرير فيه. فانا حطيت ديرت الدولاب ورحت فكه السرير وعاملاه مديراه. طبعا كنت انا وابو حسن، ربنا يديله الصحه، يعني ديرناه. ومسكت الاوضه بقى كلها تنظيفه حلوه كده عميقه، مهما بننضفه بنلاقوا تراب بردك وبنلاقوا حاجات. الكراتين اللي انا بوريها لكم فوق دي حاجات انا جايباها لساندي بنتي. دي الهدوم بتاعتنا عملتها في سرر كده ورحت نقلاها هنا. وده سجاده انا كنت مطلعاه عشان هفرشه في الصاله بره. المرتبه دي هوديها تتغسل. ودي هدوم بردك متطبقه. بصوا منظر بقى الكركبه والحوسه، يعني مش عايزه اقول لكم. هو الفيديو ده قصير خالص لان انا كنت الجو كان حر قوي. الدنيا حر عندنا في اسكندريه خالص يا جماعه. ربنا يقوينا ويعيننا كده. هنا واخيرا فرشنا بقى الفرشه الاخيره كده. واللي ما عملش لايك يا ريت يعمل لايك، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك. بوريكم ان انا ركبت الستاره وفرشت بقى وخلاص كده خلصت الاوضه. بصوا بقى النظافه جميله، النظافه جميله يا جماعه، حتى لو فرشين فرش بسيط خالص. انا طبعا ده السجاد ده بفرشه في الايام العاديه وحاجات خفيفه. انا مش فرشه الاوضه كلها عشان الدنيا حر، يعني حتى الجنب اللي هناك ده سايباه كده. كده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.